يلا شرط النصر اللي فوق. وين الهلول يا احرار الرقه؟ عبروا الاكفان ودوا حج. يلا رفيقات نفاق كنا بصوت واحد. يسقط القاتل اردوغان، يسقط قاتل الاطفال اردوغان. عاشت مقاومة ديريك، عاشت مقاومة ديريك. باسم المجلس العام واهالي مدينه الرقه ندين ونستنكر هذا العدوان الذي يجتاح مناطق شمال وشرق سوريا وشمال العراق. ان ما يجري في مدن الشمال السوري من قصف وهجوم عدواني وتهجير للسكان يعد جرائم حرب ضد الانسانيه جمعاء. فاليوم اصبحنا على قصف مدن بريئه ككوباني والشهباء وديرك. فكوباني مدينه الصمود والمقاومه يعاد قصفها للمره الثانيه بسيناريو جديد. فأين موقف التحالف الدولي من هجمات الدولة التركية دون أي سبب يسمح للغازي التركي لقصف مناطق المدنية، وأن الحجج التي يستخدمونها هي حجج واهية بذريعة الاحتلال وبذريعة احتلال هذه المناطق. وأننا كأبناء الشمال السوري بكامل أطيافه ومكوناته نرفض هذا القصف الإجرامي، وأننا مستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن أراضينا وإدارتنا الذاتية. ومن هنا من ساحات التحرير نناشد جميع منظمات حقوق الإنسان ودول العالم الحر بالوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة وإيقاف الاحتلال الاستيطاني التركي. فتركيا تستغل الظروف الدولية لمهاجمة مناطق شمال وشرق سوريا والشمال العراقي بذرائع متعددة، وذلك بالاستفادة من الصمت الدولي والدول الضامنة. فلا يوجد لليوم موقف صريح من التحالف الدولي والوقوف ضد هذه الهجمات العدائية